لو قناتك واقفة والمشاهدات مش كتير وقليلة أو بتحس إن اليوتيوب مش راضي عن فيديوهاتك وبيقترحها، يبقى أنت بتعمل خطأ من ال6 اللي أنا هاقولهم لك دلوقتي حالًا، خلّيك معايا للآخر وما تجرّيش الفيديو علشان تعرف ال6 أخطاء اللي أنت ممكن تُقع فيهم. أول سبب هو العنوان بتاعك، لازمًا يكون العنوان بتاعك شديد، لو ضعيف اليوتيوب مش هيقترح فيديوهاتك للقنوات التانية. ليه؟ لازمًا يبقى في بحث عالي، ولازمًا يكون الفيديو مشوّق أو مفهوم. الفيديو بيتدفن مهما كان محتواك أوي علشان العنوان أنت بتعمله غلط. تاني سبب هو الصورة المصغّرة، لازمًا تعمل صورة مصغّرة احترافية، هي دي اللي بتخلّي الناس تدوس على الفيديو. تعمل الكلام بتاعك موضوح في الصورة المصغّرة و والصورة بتكون واضحة وما فيش كلاكتر وبتعمل كلمة أو كلمتين تعابير وشّك بيكون واضح في الصورة علشان الصورة تجذب الانتباه. تالت سبب هو مقدمة طويلة ومملة، ما تخشش تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو أنا اسمي فلان الفلاني أو أنا النهارده جيت أعمل لكم فيديو جديد، لأ، خلّي يكون ليك hook أول 30 ثانية يكون جديد، لازمًا يكون شديد. لو طويل بتتكلم كتير والكلام ده بيضعف مشاهداتك على اليوتيوب. لأ، لازمًا يكون ليك hook. يعني النهارده أنا جيت لكم بفكرة جديدة، النهارده أنا عملت قناة جديدة وشوف اللي حصل. رابع حاجة عدم الانتظام، اليوتيوب بيحب إنك تنتظم على القناة بتاعته. ليه؟ علشان لمّا يكون في انتظام اليوتيوب بيعرف إن أنت دايمًا بترفع فيديوهات، دايمًا منتظم، بيخلّي قناتك تترفع بشكل عمودي. عمودي يعني النهارده الفيديو بتاعك جايب 2، على آخر النهار لقيت الفيديو جايب 6، على آخر الليل جايب 9. ليه؟ أنت بترفع فيديو النهارده، كمان 3 أو 4 أسابيع بترفع فيديو، كمان شهر بترفع فيديو، كده أنت مش منتظم مع خوارزمة اليوتيوب. لازمًا اليوتيوب يعرف إن أنت ليك مواعيد بترفع فيها الفيديو، لازمًا يعرف إن أنت نشِط على القناة على طول عشان كده يقترح الفيديوهات بتاعتك. السبب بقى رقم 5 وهو الوصف والكلمات المفتاحية، لازمًا تعمل وصف للفيديو جديد والكلمات المفتاحية تكون عشان الكلمات المفتاحية بيكون عليها بحث عالي، لازمًا تعمل كلمات مفتاحية شديدة، لازمًا تعمل هاشتاجات طبعًا بطريقة صحيحة، ما تعملش أي هاشتاج وخلاص. مش أنا دلوقتي باتكلم عن التعليم، أحط هاشتاج مباريات اليوم، أحط هاشتاج طبخ اليوم، أحط هاشتاج رياضة، أحط هاشتاج ألعاب. لأ، أنت بتعمل لو أنا باتكلم في نصائح اليوتيوب فباحط هاشتاج نصائح اليوتيوب، الربح من اليوتيوب، ده برضه هاشتاج كويس جدًا. آخر سبب معانا وهو عدم تحليل القناة، لو مش بتراجع التحليلات ومش عارف الغلط فين، فده كارثة، كارثة طبيعية. وممكن أضيف من عندي كمان سبب اللي هو رقم 7 ده من عندنا، لازمًا ترُد على التعليقات كلّها اللي بتيجي لك. التعليقات دي لمّا حد يخش يعلّق عندك على القناة، لازمًا ترُد على التعليقات دي، لإن بتشرح لخوارزمة اليوتيوب إن الفيديو بتاعك جيد جدًا. والتعليقات دي على فكرة بترفع من القناة بتاعتك. يعني لو كل يوم سبت أو حد أو 2 نظّمت لنفسك يوم واحد بس في الأسبوع، كان ردّيت على التعليقات كلّها اللي بتيجي لك. لو عايز قناتك تكبر ابعد عن الأخطاء دي، ولو حابب تعرف إزاي تصلّح كل نقط ضعفك بالتفصيل والكومنتات، ما تنساش تعمل اشتراك وتفعّل الجرس. وده فيديو هيظهر لك دلوقتي لو عايز تعمل صورة مصغّرة أو عايز تعرف تعمل ترفع فيديو على اليوتيوب. ماشي، شكرًا جدًا، بيكون أفدتك في الفيديو النهارده. وما تنساش تعمل الصورة المصغّرة، وما تنساش تعمل كلمات مفتاحية، وما تنساش تعمل الوصف بتاع الفيديو. اعملهم وضبّط قناتك، وإن شاء الله، إن شاء الله قناتك هتبقى في حتّة تانية. شكرًا جدًا.